شوية أخطاء ومشاكل بتواجهنا لما قرر ننزل الجيم. يلا أقولها لك، يلا بينا. وأول خطأ معانا هو إنك تأجيل الجيم. دي مشكلة بتقابل الناس كتير، وإنك كل شوية تقول هأجل بعد العيد، لا هأجل قبل الامتحانات، لا بعد الامتحانات، طب يلا بينا بعد رمضان، هوبا العيد دخل علينا. كل شوية أنت عمال تأجل والسنة بتضيع عليك وأنت ما بتعملش أي حاجة. اوعى تقع في المشكلة دي، صدقني هتتعب جامد. تاني خطأ أنت بتقع فيه لما بتقرر تروح الجيم وهو الاعتماد على الصحاب. ده شيء مش كويس جدا، لانك انت لما بتعتمد على اصحابك بتبقى في حياتك الاساسيه ذات نفسها مش قادر تعتمد على نفسك. لما تروح للدكتور يلا بينا خد صاحبك، لما تروح الجيم يلا بينا تعالى معايا، مش هتاخد اي قرار بنفسك، وبالتالي حياتك هتبقى واقفه على اصحابك. سي انك رحت انت وصاحبك الجيم، واول شهر عدى، تاني شهر في فتره هتيجي عليك انت وصاحبك في الجيم هتبين مين اللي عايز يتمرن ومين اللي مش عايز يكمل، سواء انت اللي وقفت او هو. انت كده بتسحب نفسك معاه. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وفولو واستنى الجزء التاني.